37 42 87 أو 021 37 45 64. لقد جرت سنة الله تبارك وتعالى أن جعل الخلق بعضهم لبعض سخرية، لا تتم لهم سعادتهم إلا بالتعاون والتواصل، ولا تستقر حياتهم إلا بالتعاطف وفشو المودة. يرفق القوي بالضعيف ويحسن المكثر على المقل، ولا يكون الشقاء ولا يحيق البلاء إلا حين يفشو في الناس التقاطع والتدابر، فلا يعرفون إلا أنفسهم ولا يعترفون لغيرهم بفضل ولا بحق. وفي دين الله عز وجل شرائع محكمة لتحقيق التواصل والترابط تربي النفوس على الخير وترشد إلى بذل المساعدات وصنائع المعروف. البر فضيلة الدكتور عنوان كبير وجامع، لو تتفضل ببعض البيان لإخواننا وأخواتنا وتبسيط ما أشكل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الآية الأولى التي ترد إلى الذهن وأنا أستمع إلى مقدمة أخي الأستاذ محمد صالح هي قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. الآية الجامعة. الآية الجامعة، وهذه الآية من سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى، في المقابل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكلمة البر هي كلمة جامعة لكل خير. صحيح. ثم إذا عدنا إلى بداية الآية وتعاونوا، لو وقفنا وقفة صغيرة عند كلمة وتعاونوا نفهم جملة من المسائل. المسألة الأولى أن الله عز وجل خلق الخلق وما منح الكمال لأحد، بل وزع المواهب على الناس، وكل أخذ حظه من هذه المواهب، من هذه الكفاءات والطاقات. لمزيد بيان أقول: نجد في المجتمع الواحد نجد فلاحا يحتاج إلى مدرس، والمدرس يحتاج إلى بناء، والبناء يحتاج إلى طبيب، والطبيب يحتاج إلى فلاح. الجميع في حاجة إلى الآخرين، أليس كذلك؟ وجعلنا بعضكم لبعض سخرية. سخرية. نعم. سخرية. قدر الله عز وجل، يعني سخر هذا لهذا، سخر لهذا لهذا. نعم. وهذا التسخير، إذن المعنى الأول الذي أريد أن أذكر وأكد عليه أن الإنسان ليس كاملا، فهو في حاجة إلى غيره. لو كان الإنسان كاملا لا يحتاج إلى أحد، بمعنى هو الفلاح، هو الطبيب، هو المدرس، هو الإمام، هو كل شيء، هذا يدعوه إلى الطغيان، أليس كذلك؟ نعم. فلا يشعر بحاجته إلى غيره، كأنه يكتفي بما يملك من كفاءات ومن طاقات، فيشعر في عمق نفسه أنه ليس في حاجة إلى أحد، وهذا قد يدعوه إلى الطغيان. استخدموا قد وبعدها فعل مضارع باش نعم. تفيد التشكيك والتقليل لا التحقيق. نعم. إذن قد يدعوه ذلك إلى الطغيان والتجبر على الناس. المعنى الثاني أو المسألة الثانية أن تسخير الناس من قبل الله عز وجل يشعرنا بكمال الله سبحانه وتعالى الذي هو صاحب الكمال المطلق. المسألة الثالثة أننا نتواضع فيما بيننا، يعني لا أحد يدعي أن ما يملك أفضل من غيره، وهذا أيضا قد يدعوه إلى التكبر والتجبر. يقول مثلا أنا فلاح، نعم، لو كان ما نجيب لكمش القوت وكذا والنعمة وكذا ما تبقوا جايعين. الإنسان لا يشبع بطنه بالتكنولوجيا مثلا، نعم. يعني ممكن. والآخر الطبيب قد يقول أنا هو الصح، يعني
كي تمرضوا وداوي أمراضكم. نعم. ويأتي المحامي أو القاضي يقول نحن نرفع الخلاف ونفك عنكم النزاعات. ويأتي الإمام المفتي يقول نحن نوجه ونرشد الناس إلى سواء السبيل مثلا. لا، كل واحد يأخذ مكانه، يتواضع لله سبحانه وتعالى. هذه حكمة الله عز وجل في خلقه. نحن من الكلمات الرائعات للشيخ الغزالي رحمه الله يقول ما خلق الناس للحروب وللفتن، خلقوا ليتعاونوا. وحتى هذا الاختلاف القائم بين الناس هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، سواء كما قلت في الكفاءات وفي المواهب وفي الطاقات في كل شيء. هذا اختلاف واختلاف تنوع. والغرض النهائي لنعمر هذه الدنيا. المقصود هو العمار لا الدمار. نعمر هذه الدنيا، كل يعمرها من جهته. الطبيب في مجاله، والتكنولوجي في مجاله، والإداري في مجاله. الجميع مطلوب منه أن يسهم في إعمار الأرض، في إعمار الدنيا، لا في خرابها ولا في فسادها. أحد الشعراء يقول في هذا الباب، يقول الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. شوف الحكمة. نعم. يعني الشعر حينما ينطلق من مشكاة الدين، من الوحي، من الهدي النبوي، من هذه الأصول. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أعود إلى الآية وأنتهي. ربنا قال في آية القرآن وتعاونوا، يعني يا أيها الخلق تعاونوا على البر والتقوى. صرفوا جهودكم في تحقيق البر، والبر كلمة جامعة لكل خير، فهذه لفظة قرآنية فريدة من نوعها تجمع الخير كله. فحيث وجد الخير الذي ينفع الإنسان والذي ينفع البشرية والذي ينفع الحيوان والذي ينفع الطيور، لابد أن نتعاون من أجل تحقيقه. وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى هي الصمام أمان لاستمرار الأعمال البر في حياتنا. وفي المقابل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ذاك موضوع ثاني. نعم. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا لك على هذا البيان. وعلى بركة الله نبدأ في استقبال الأسئلة والمكالمات على الرقم الهاتفي 021 37 42 87 021 37 45 64. سيد أحمد، هل فيه مكالمات أو لا؟ نعم. من فرنسا معنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. عندي والله واحد القصة بغيت نحكيها معكم. أريد فتوى إن شاء الله. كان لدي عم يعيش هنا وحيدا ليس له أولاد. عم؟ قلت لك كان عندي عمي. عمك يعيش وحده؟ نعم. يعيش وحيدا في فرنسا ولم يكن له أولاد. نعم. وقبل وفاته قال لي عندما أتوفى اذهب إلى البنك فعندي مبلغ مالي إني تركت اسمك فخذيه. وعندما كان في أيامه الأخيرة استعملت طريقة غير قانونية، اتخذت صكوكه البريدية وسحبت كل المال بدون أن أرجع إلى البنك. وعند وفاته قمت بكل التجهيزات بدفنه في الجزائر. نعم. فهل هذا المال من حقي أم لا؟ والسؤال الثاني، أمة الله، هذا المال قال لك لما نموت اديه ولا وهو في الحياة؟ بعد الوفاة؟ بعد الوفاة تاعي قال لي كي نموت اديه. بغيتي تدفنيني في البلاد دفنيني، بغيتي تخليني هنا خليني هنا. اسمحي، هذا ما عنده حتى يعني ما عنده حتى القرابة. ما عندوش أولاد العم؟ لا. ما عندي عنده بابا وعندي عماتي في البلاد. عنده خوه وخوته بنات 4. اسمحي لي، مات عنده خوه؟ خوه مازال عايش
الباب هنايا. ايه وبنات خواتاته ثاني. وعنده خواتاته برضه حيين 4. نعم. وانايا هنايا في فرنسا. انا برضه كنت نسلك البابيت. انت يا بنت خوه انت. الاجراءات هذه كلها. نعم. السؤال الثاني واضح سؤالها شيخ. وعندي حاجه واحده اخرى. تفضلي. كان مريض عنده داء السكر. نعم. كان مريض عنده داء السكر. كان مريض. نعم. بصح انا ما على باليش اسكو كان يخرج الزكاه تاعو ولا ما كانش يخرجها. الو. الزكاه او القضاء الصوم؟ القضاء تاع الدين تاع الزكاه. كي كان مريض بمرض السكر ما كانش يخرج. نعم. راني انا لانه ما كانش يخرج. نعم. واضح ان شاء الله. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث هو كان مستاجر هنايا في البيت من عند الاميري تاع فرنسا. وقالوا لي بلي لازم تخلي لنا البيت باش ترجعي لنا المفاتح تاع الدار. نعم. هذاك الاثاث تاعو تاع البيت. واصلي. قالوا لي راهم يدخلوا في الورث. اثاث البيت. اثاث تاع البيت. تلفزيون طابلات كراسه مابل. قالوا لي بلي راهم يدخلوا لك في الورث. نعم. لازم تعلمي الورقه تاعو باللي والله تبيعيهم بصح انا ما نقدرش نحمل النفقه تاعي باش كي ندي الحوايج من للجزائر باش نقسمهم للورقه. وثالث حاجه مرته كانت نصرانيه ما كانتش مسلمه. نعم. خليت شويه ذهب. انا لقيته في الدار كنت نرمي في الحوايج لقيت هذا الذهب في الدار. هذا الذهب كيفاش نتصرف فيه؟ فهمتني خويا. لقيتي ذهب في البيت. راه عندك هذا الذهب؟ راه عندي كلش راه عندي. هي ماتت قبله؟ هي ماتت قبله. ما كانش مسلمه كانت نصرانيه. نعم. نصرانيه ما كانتش مسلمه. نعم. وهذا الذهب انا لقيته. كيفاش نتصرف في هذا المال؟ وانا الحاجه المهمه اللي نأكد عليها هي نتاع الصيام تاعو. يعني هو بصريح العباره ما نظنش كان يخرج الصيام تاعو مره. كيفاه؟ هو يعني في غالب الظن الصيام تاعو في كان الايام هذه باش يخلص الصيام تاع غالب الظن انه لا اسمعك جيدا يا امة الله. مانيش نسمع هذا السؤال الاخير. قلت لك وين السؤال؟ نحوس على السؤال تاع الصيام تاع الزكاه. نعم. دوك هو ما كانش يعني انا على حسب المعيشه كان عايشها ما نظنش كانه صيام الزكاه. اسمحي لك تخلطي بين الفديه والزكاه. الفديه تاع الصوم وحدها وزكاه المال وحدها. هذا وانا معليش. راك تسقسي على زكاه المال. عنده هذا المال بصح ما على باليش اسكو كان يزكي عليه ولا ما كانش. نعم. والصيام تاعو هذا ما على باليش اسكو كان تاع الصيام ولا ما كانش. شوفي يا أمة الله كاين تفصيل في الموضوع وإجابة على ضوء هي اللي تتبنى الإجابات الأخرى. اسمعي الشيخ الله يحفظك. بارك الله فيك. فيك البركة. شريف من سيدي بالعباس. سي شريف السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليك السلام خويا. كي راكم لاباس؟ الحمد لله. راكم معايا؟ الحمد لله. لاباس كي راكم معايا؟ لاباس خويا شريف تفضل بالسؤال. انا عندي واحد السؤال بغيت نطرحه عليك. تفضل. انا عندي تزوجت في الصيف هذا في مول العيد الكبير. ايوه تسمى انا ساكن في واحد البلاصه كي شغل البلاصه بارده بزاف وما عنديش الامكانيات زعما باش ما عنديش الدوش وما عندناش الوسائل. ايوه تسمى من حيث تزوجت وحنا انا والزوجه تاعي نتيمو دائما الى يومنا. وسقسيت واحد الامام عندنا قال لنا يجوز لكم التيمم زعما ما تشوفوش ما عندكم عذر. نعم واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال اللي بغيت نقول لك عليه. واضح يا سي شريف واضح. نقدر نستمر في التيمم حتى يدخل الصيف هكا الحمال ولا نعم تابع القناة فقط اللي تسمع الجواب من الشيخ.
هيا بارك الله فيك. شكرا سي شريف، بارك الله فيك. إيمان من مستغانم. إيمان السلام عليكم. أخت إيمان. نعم إيمان. إذا إلى أمال من بويرة. نعم أخي، هل يجوز إلى الزوجة أن ترضع؟ نعم يا أمال. ألو. نعم. أو هل يجوز للزوجة أن ترضع ابنها أمام أخوها أو أبوها؟ نعم. وما حكم الزوج الذي يطلب من زوجته أن ترفع عليه قضية خلع؟ نعم. وعندي سؤال ثالث. واصي. أنا وزوجي دائما في خلاف في مشاهدة التلفاز. عند المشاهدة يأمرني أني لا أتفرج يعني على الحصص اللي يكون فيها المقدمون صغار السن هكذا. هو صافي ويتوافى بزاف من هذا الاخر، وانا نقول له باللي نورمال، انا نشوف ماشي حاجه اللي تاثر فيا به ما نقدرش نتفرج. نعم. ارجو من الشيخ ان يجاوبني هكذا، يقول لي هو غض البصر، ربي سبحانه امرنا بغض البصر. انا نقول له نورمال، صافي الحاجه اللي ما فيهاش يعني النظر بشهوه وغير ذلك يجوز نورمال، ما فيها حتى اشكال. نعم. فهمتني خويا؟ فاهمك يا أمل. شكرا خويا، بارك الله. مع السلامة. إذا نستأنف الإجابة. عبد الكريم، في عبد الكريم من بجاية ونستأنف إن شاء الله. عبد الكريم السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا عبد الكريم. صافا شوية. لاباس خويا الحمد لله. بغيت نسقسي الشيخ النار. تفضل أخي تفضل. مرحبا. خاطر انا كي مساء الخير الشيخ. مساء الخير لا سلامة. كاك سنة كي إني دبز تسي والله كي تجي وزو. عبد الكريم سمحي وزارة غير أنواع شو تقصدوا يعني في مغارة؟ أيوة كذا كذا. سميتي تالف دمكتير بافيس. الزكاة إنني تويد العمرة. الزكاة. فكد كان السؤال، تفضل فكد السؤال. عبد الكريم نقص التلفاز، لاحظ ينقص التلفاز يا شيخ. عبد الكريم سنقصاص كان التلفزيون، سنقصاص الصوت، رفض صوتك شوية. نعم. يا عبد الكريم. الشيخ زمر نسولف بعد الحصة. حال مساول. شو سقسيك ثورة كيما شو سقسيك؟ بعد سقسات بالزكاة من العقار. زكاة العقار. أكيد جاوب غايمة. اج تليفونك سات مثلا. يعطيك الصحة. صحيح كيما بسلامة. واللي يطلب الهاتف رجاء لا يمر إلى المباشر، يتواصل مع زملائي الداخل في عارضة الإخراج وهم يبلغون الأرقام للشيخ فيما بعد إن شاء الله. شكرا يا سي عبد الكريم ولكل المتواصلين. دكتور، ورد إليكم سؤال في برنامج وصلح خير. السيدة وردة. نعم. أحيل إلى هنا. نعم. منع الإنجاب كلية. هذا إليكم. الوالد أحيل إليكم. إلينا طبعا. نفتي فيه. أفتي تفضل. أبدا. تعاون على البر والتقوى ليس كذلك؟ منكم يا شيخ. الله يبارك فيك. أخي محمد صحيح هذا السؤال. بعض الإخوة يطرحوا أسئلة في الصلح يعني كتكون قضية نعم للصلح، ولكن كتكون فتاوى مكانها وموضعها الطبيعي في هل سأل هكذا. ألد وأنا عجوز. تفكرت. بارك الله فيك. هي طالبة الذرية وخاوتنا يمنعوا النسل. سبحان الله سبحان الله. سيدنا زكريا قال لي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث آل يعقوب واجعله ربي راضيا. يعني مد في العطاء والسؤال، فبشره الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود. نعم. في رواية فإني مكاثر بكم الأمم، في رواية فإني مباهن بكم الأمم.
كاين نقطتين فقط في الموضوع دكتور، تنظيم النسل وتحديد النسل. الله عليك نور. هذا خويا محمد صالح ليه ما عندوش الذرية؟ نعم. يعني هم اللي يعرفوا هذا الأمر أكثر. سبحان الله اللي أعطى لهم ربي الذرية. إما هناك صنف يبحثون عن رخص للإجهاض، وهناك من أجهض، وهناك من أجهض ارتكب هذا الجرم. هناك ربما هكذا بكشف طبي خفيف، نعم. يقول وقيل الطفل وقيل عنده تشوهات، على طول يروح يحكم ويقرر إنهاء حياته، الإجهاض. والشريعة قررت حق الحياة لكل مخلوق، لكل كائن حي، وللجنين حقه في الحياة. وربنا يقول في القرآن ونقر في الأرحام ما نشاء. وهناك صنف آخر يريد أن يقطع الإنجاب كلية. ذلك السيدة وردة من فرنسا هي تقول أنا عندي 3 أولاد. الله يبارك يا أختي وردة. نعم. الله يبارك. وأنا الآن حامل، يعني الله يبارك ما شاء الله، ربي يسلك إن شاء الله هذا الحمل ويسلك هذا الإنجاب. والطبيب قال لك يعني ولا نصحك بإيقاف الإنجاب لسبب صحي وكذا. أنا نقول لك الجواب كالآتي: لا يجوز وقف الإنجاب نهائيا بالكلية. الآن أخي محمد صالح طرح سؤال يعني باش نفرق بين أمرين بالنسبة للتباعد بين الولادات. نعم. هذا أمر تنظيم النسل، هذا مشروع، هذا أمر مشروع. ولكن أما الإنسان يقرر إنهاء الإنجاب أو إيقاف الإنجاب كلية، لا، هذا ممنوع شرعا إلا إذا أكد الأطباء المختصون بأن صحة الأم وهي الأصل مهددة بخطر يعني كبير، يعني يهدد حياتها بالموت هنا، أو كما يقول الفقهاء إذا غلب على ظنهم. هناك من الفقهاء من اكتفى بذلك، العبرة بغلبة الظن، أي ترجح عندهم كثيرا أن صحة الأم أو أن حياة الأم مهددة. في هذه الحالة بالذات فقط يجوز هذا يعني قطع مثل باستئصال الرحم أو بتناول أدوية، لا أدري، هذه الأمور تخصصات داخله في تخصصات الأطباء، وربي يقول فاسأل به خبيرا. بمعنى ففي هذه الحالة إذا كانت صحتها مهددة بخطر الموت أو حياتها مهددة بخطر الموت وهي الأصل، هنا نقول بالجواز طبقا للقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات. أما في غير هذه الحالة فلا يجوز يا أختي. إن شاء الله الأولاد هذون ربي يجعلهم يتربوا في عزكم إن شاء الله، وأرزقهم معهم، وربي يوفقكم باش تربيهم، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، حمد ربي عليها إن شاء الله. وما تحرموش الأمة من هؤلاء الأولاد، ممكن هم اللي ينفعوا هذه الأمة إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام. نعم. الله امتن على المرسلين بالذرية بارك الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني شيء يمتن الله به على عباده بارك الله. والبعض يسعى في قطعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف. كمال من العاصمة دكتور يسأل، يقول نسيت الإقامة لصلاة الفريضة. طيب نسيت الإقامة لصلاة الفريضة يا أخي كمال، فلا شيء عليك، يعني ما عندك لا سجود سهو قبلي ولا سجود سهو بعدي، لأن الإقامة هي سنة منفصلة عن الصلاة. يعني هي سنة عين وممكن تكون سنة كفاية. إذا كان طبعا بالنسبة للذكر البالغ، للنساء لا. أعتقد عنده سؤال فرعي في هذا الموضوع بالنسبة للنساء. قال الإقامة بالنسبة للنساء. خلاص إذن كان نصلي إن شاء الله. هو الإقامة قال هل علي سجود السهو أو لا؟ طيب إذن يا سي كمال ما عندك سجود السهو، أنت نسيت الإقامة. أقول إذن الإقامة هي سنة عين للذكر البالغ في الفريضة فقط، بمعنى واحد، أي واحد منا يقوم للصلاة يجيب الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الإقامة هي سنة منفصلة عن الصلاة، لذلك عندما تنساها هذا لا يستوجب سجود السهو القبلي أو البعدي. هكذا أجبتك. نعطيك بعض التفاصيل.
إذا كان بالنسبة للفذ واحد كيصلي وحده سنة عين يعني هو لازم يقولها، ولكن من باب السنة إذا انساها ما عنده يسجد، وقد قلنا ذلك، بل حتى ولو تعمد، ولكن أفضل من الإنسان ما يتعمدش يعني باش ينسى هذه السنة. أما وتكون سنة كفاية إذا كان مع مجموعة، يعني كي نوضوا الصلاة في 20 في 30 ولا ماشي كلنا نقيم الصلاة، وحتى في المساجد يقيمها المؤذن يدير إقامة الصلاة ويشرع الإمام في الصلاة والسلام، موش كل واحد منا لماذا؟ إذا أقامها أحدنا فسقط الحكم عن الآخرين. أعتقد هذا البيان يكفي. ماذا بقي من الأسئلة الفرعية في الموضوع؟ حكم الإقامة لقضاء الفوائد. قضاء الفوائد نعم، قضاء الفوائد إذا كان تصلي الصلاة الحاضرة عندك إقامة الصلاة، وإذا كان تقضي الصلوات الفائتة اللي ما صليتهاش منذ مدة، هذيك الفوائد يعني كما نقولوا كي تغرم الصلاة نتاعك يعني تقضي صلواتك الفوائد، أيضا لكل صلاة إقامة، أي الفريضة فقط دون غيرها. يعني مثلا صلاة الوتر ما عندهاش إقامة، الشفع ما عندهاش إقامة، صلاة العيدين ما عندهاش إقامة، صلاة الجنازة ما عندهاش إقامة، فقط للفريضة وفقط. نعم. بارك الله فيك. سؤال الموالي يقول: توفي عمي وعليه ديون وترك أموالا منقولات وعقارات. بالنسبة للمرأة واش قال النساء؟ الإقامة للنساء. الإقامة للنساء إذن ليست سنة بالنسبة لهم، ولكن الإمام مالك يعني كما في المدونة قال عن المرأة قال: وإذا أقامت الصلاة فحسن، وإذا أقامت الصلاة فحسن. معناتها المرأة إذا كانت تصلي صلاة الفريضة نتاعها بدون إقامة لا شيء عليها، ماهيش مطلوبة منها. ولكن أنا نقول كلام الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة حينما سئل هذا السؤال بالذات قال: وإذا أقامت الصلاة بالنسبة للمرأة فحسن، يعني المرأة إذا كانت إقامة هذا أمر حسن بالنسبة لها. هذا هو الجواب. نعم. قال: توفي عمي وعليه ديون وترك أموال منقولات وعقارات، فهل يلزم الورثة بتسديد هذه الديون قبل قسمة التركة أو بعد القسمة؟ متى تسدد الديون؟ نعم سي كمال النص الجواب يا أخي كمال من العاصمة راه موجود في القرآن في أوائل سورة النساء. رب سبحانه حينما أعطانا تفاصيل نتاع الميراث يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2، إلى أن يقول: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. لاحظ معي يا أخي كمال، رب سبحانه ذكر الوصية قبل الدين، ولكن ما يعنيش أنه نبدأ بالوصية، لا ذكرها الله عز وجل لا من باب الترتيب ولكن من باب لفت الانتباه، من باب إعطاء الأهمية للوصية. خطر الوصية هي تبرع بلا عوض، ولكن الدين له من يطالب به. الدائنون يتقدمون إلى الورثة يقولون: حبسوا، ما تقسموش الميراث نتاع باباكم حتى ناخذ حقي. أليس كذلك؟ ممكن يكون هذا الشخص طبيعي، ممكن يكون شخصية معنوية، يعني تكون شركة أو إدارة من الإدارة شبه القبيل. ولكن الوصية لا، الوصية يعني خرجت من حوزة الموصي على وجه التبرع بلا مقابل بلا عوض، فقط تراخت آثارها إلى ما بعد وفاة الموصي. طيب، لذلك رب سبحانه سبق بها على باش يلفت انتباه الورثة، يقولوا: ما تغفلوش على وصية باباكم. ولكن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كي يموت الإنسان، نجاوب كسي كمال عمك هذا اللي مات الله يرحمه، قبل ما تقسموا التركة على الورثة تديروا الأمور ثلاثة هذون. الأمر الأول تجهيز الميت، نفقات التجهيز، بمعنى إذا كان في نفقات مثلا ينقل من ولاية إلى ولاية طبعا بثمن معين، استئجار السيارة مثلا، كذلك إذا كان في بعض الأماكن يخلصون تاع المقابر، يعني ما نتكلموش على مستوى الجزائر ولكن في بلاد أخرى يخلصوا المقبرة، وكذلك نقل الجثة إذا كان من الخارج إلى الوطن، وكذلك الكفن. يعني المهم نفقات المشروعة دير تحتها خط مؤن التجهيز. نعم، مؤن التجهيز. ما يجيش واحد يقول حبس نخليه 30 مليون، يسمحوا لي أصحاب الإعلام وأنت منهم. نعم. الله يبارك. ترك هنا معنا ومعهم مع كل شيء. نعم. يعني هذا كل يخليوا الإعلانات هذيك ذكرى
ذكرى في الجريدة، في الجريدة كل سمانة كل شهر كل عام، ذكرى وترحم، إن إلى راجعون. هذا من نعي المحرم. عليك نور، ما شاء الله سي محمد صالح، بارك الله فيك. إذا ما يجيش واحد يخلي 20-30 مليون يقول ها دراهم نخليوها كل عام إعلانات الوفاة، نديروا إعلان الوفاة هذيك نتاعو، ذكرى السنوية الأولى الثانية الثالثة إلى آخره. وبعض الناس أيضا يديروا أمور غير مشروعة، البدع اللي يديروها في بعض الجنائز. لذلك نؤكد أن نفقات تجهيز الميت المشروعة فقط. ثم هذه تخصم من التاركة، من التاركة. الأمر الثاني الديون، تسديد الديون. لا تاركة إلا بعد سداد الديون. الديون هذه أنواع، كاين ديون الله وديون العباد. إذا كان الزكاة نتاعو لم تدفع تخرج، إذا كان كاش ما عنده نذر من النذور أيضا نخرجوها، إذا كان عنده كاش فدية نتاع الصيام نخرجوها. كل هذه الأمور وزائد ديون العباد اللي يسالوا له دراهم لازم تخلصوهم. منين تجبدوها دراهم؟ من التاركة نتاع عمك سي كمال. يعني واحد يسالوا مليون، واحد 10 مليون، وكذا تخرجوا كاع هذوك الديون من التاركة نتاع عمك. ولكن تنبيه آخر، الديون الثابتة. رانا في واحد الزمان يخوف كي يسمعوا بواحد مات، طبعا لا أعمم الحكم، خاصة إذا كان يعني عنده أموال كثيرة، ممكن يكون طابور من الناس يقول لك انسان. بارك الله فيك. يجي وكل واحد يقول لك انسان لعمك، واحد يقول لك نسالو مليون، واحد والله غير أذكر قصة الآن جاتني مرة، واحدة مسكينة أرملة قال لك والله غير في اليوم الثاني جاو داو السيارة نبلا كواط نبلا هكذا، يعني حتى تلاقينا بهم قال وراه الشهود وراه البينة، السيارة راحت تماما. قلت الإنسان اللي يجي في اليوم الثاني باش ياخذ السيارة بدعوى أنه دائن، يعني سبحان الله، يعني يلعب على المشاعر، يلعب على المشاعر. قال هذا الميت نتاعكم باش يرتاح في القبر وكذا وكذا، اعطيوا لي السياره خاطر نسلوا دراهم كذا وكذا، مادام هو ميت اعطيوا لي في مقابل دراهم، اعطيوا لي الطوموبيل نتاعو. يعني للاسف الشديد. المهم هذا موضوع اخر. فقط نقول الديون الثابته اما بصفه رسميه عنده اعترافات بدين على مستوى الموثق او بشهاده الشهود، او اذا كان الشخص هذاك اللي كان يعني ادعى ذلك الدين يعني عنده علاقة ثقة وعلاقة خاصة مع المتوفى المورث، هنا لكم سلطة تقديرية في تصديقه. وطبعا ننصح بأن تسددوا هذه المبالغ ما دام ذاك الشخص يعني إنسان موثوق، إنسان أمين، فما جاء على أصله لا سؤال عليه. طيب إذا سديد الديون أو كملنا. فدين الآدمي بلا اشتباه مقدم على ديون الله. نعم، ديون العباد مقدمة على ديون الله. هي صنفين، نعم. ديون الله وديون العباد. ديون العباد تسبق خاطر ربي غفور رحيم، ولكن العبد يقدر ما يسمح لكش. وعلى بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا له شخص ميت إذا كان عنده ديون ما يصليش عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني عندنا نصوص كثيرة، فقط ربحا للزمن باش نأكدوا أن خطورة الدين هذا. وأكبر آية في القرآن هي آية الدين في سورة البقرة الآية 288: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أكبر آية في القرآن الكريم. إذن سي كمال أخويا، الديون هذه تسبقوا فيها. كي تسبقوا فيها من بعد إذا كان فيه وصية طبقوا الوصية. الشيء اللي يبقى هذاك هو الميراث اللي توزع على الورثة بطريقة شرعية طبقا للفريضة الشرعية. نعم. الله يحسن إليك دكتور، بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا. أمة الله وش عنها كان يعيش وحده وليس له أولاد، قبل وفاته أوصلها بكل المال. نعم. هي حسب ما تبين في السؤال أن الوصية كانت بعد الوفاة، قال إذا قدر عليها ربي عز وجل تأخذ المال، ولكن هي أخذت المال في حياته. نعم. قالت أخذت صكوكه البريدية وسحبت الأموال من البنك. نعم. طيب، أما الطريقة اللي درتها طريقة غير قانونية فقد اعترفت بها. نعم. هذه طريقة غير قانونية، وطبعا الشرع لا يسمح بما لا يسمح به القانون عموما. طبعا هناك استثناءات، ولكن عموما هذه القاعدة. بمعنى واحد كي يدير طريقة قانونية يكون مرتاح، يعني لو كان يعني هذا الأمر يكتشف طبعا تكون لك متابعة قانونية، وطبعا هذا أمر لا يليق. يعني واحد يخالف القانون وبعدين يلقى روحه في متابعات، يلقى روحه في أروقة القضاء، وهذا ما ينفعش. الآن نرجع إلى السؤال.
طبعا عمك قال لك خذي يعني بعد وفاتي خذي الأموال نتاعي اللي في البنك، كل الأموال. كل الأموال. أولا هذه وصية مادام هو في صيغة كما قلتي بعد وفاتي، لأنه الهبة لو كان أعطالك هبة في حياته دوناسيون في حياته عنده حق يعطي لك دوناسيون هبة غير محددة لا بالثلث ولا بالسدس ولا يعطيها لك كاملة، يعطيك كاع واش يملك، هو حر من ناحية القضاء، هو حر من ناحية الديانة هذه مسألة أخرى، بمعنى إذا كان يعطي الهبة بقصد حرمان الورثة الشرعيين من المال هذا خلل، هذا خلل. احنا نخليه ربي سبحانه هو اللي راه يقسم هذه الأموال، ما يلزمش الإنسان يتدخل في هذه الأمور. ولكن الشريعة استجابت لنداء الفطرة نتاع الإنسان، يحب يوهب يعطي هدايا، وربما أنت أحسنت إليه الله يبارك بغي يعني يحسن إليك ويبغى يهدي لك تهاد وتحاب، هذا كله جائز. ولكن حسب الصيغة نتاع السؤال يا الأخت أمة الله هذه وصية معناتها تيستامون، والوصية هذه من عندها خلافات بينها وبين الهبة. من هذه الاختلافات الاختلاف الأول أن الوصية تطبق بعد وفاة الموصي، يعني تطبق بعد وفاة عمك، أما الهبة تطبق حال حياة الواهب. طيب الاختلاف الثاني أن الهبة غير محددة بمقدار معين، ولكن الوصية محددة لمثل محددة بالثلث في حديث سعد بن أبي وقاص اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وفي حديث آخر إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. يأتي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ما دام أنت ما كيش وارثة إذن الوصية في حقك جائزة. جبت لك قاعد النصوص باش نقول لك أنت يا وصية هذه جائزة في حقك. علاه سألك أخي محمد صالح هل ترى خلى ورثة؟ الجواب نعم. صحيح ما عندوش أولاد ولكن عنده ورثة، عنده خوه اللي هو باباك والأخ وارث، عنده 4 أخوات شقيقات وهن وارثات. أما أنت بنت الأخ الشقيق وأنت لست وارثة، أنت لست وارثة، لذلك تجوز لك الوصية. لذلك الحل هو أنه هذا المبلغ المالي جبتيه كامل من البنكة وصرفتيه كما قلتي نفقة تجهيز وكذا وكذا، هذه كما قلنا قبل حين في البيان أنه تكون نفقة المشروعة. الباقي واش تديري؟ تنحي الثلث، الباقي لوانتيير. إذا كان مثلا بقى 15,000 أورو، مادام إذا كان ثم بالأورو 15,000 أورو، لوانتيير نتاع 15,000 ثلث معناتها 5,000 أورو لك، 5,000 أورو لك. أما 10,000 أورو هذه ليست لك، هذه ليست لك، هذه تؤول إلى الورثة الشرعيين. شكون هما؟ باباك و4 أخواتاته، يعني يقسم عليهم طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، معنى الباقي يتقسم على 6. باباك عنده 2 أسهم و4 أخواتات عندهم 4، صافي المجموع 6. الشيء اللي بقى يقسم على 6. الأب يأخذ سهمين والأخوات كل واحد تأخذ سهم واحد. أعتقد يكفي ويفي. نعم. السؤال الثاني تاعها، السؤال الثاني كان مريض بداء السكري لم يكن يعني يصوم، فلا تدري هل تخرج عليه الفدية أو لا. طيب هكذا سألت. إذا كان طبعا هو ربي سبحانه قال فما كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. تعرفي واش معنى هذه الآية؟ معناتها كان واحد مريض، المرض الذي لا يطيق معه الصيام هذا عذر شرعي يبيح له باش يفطر. طيب بعد ذلك إذا كان برا ثم تماطل وأهمل لازم نقدموا له فدية. في هذه الحالة مادام هو عنده مرض هذا السكري معناه مزمن،
العبرة بغلبة الظن. إذا كان شفتي عمك أنه إنسان منضبط في هذه الأمور، يرعى ويلتزم بهذه العبادات، خلاص الأصل حسن النية، أنه نحسن فيه الظن، نقول أقصد الأصل حسن الظن، نحسن فيه الظن معناتها نقول بأنه ادفع ما عليه من فدية. ولكن إذا كان عندك شك، الشك يزول باليقين، معناها خرج الفدية نتاع الشهور أو الأيام اللي ما صمهاش، باش ربي إن شاء الله يبرأ ذمته في الآخرة. نعم إن شاء الله. السؤال الموالي كان مستأجر لبيت، فطلبت البلدية إخلاء هذا البيت، بقي الأثاث، فقال الناس لها أن هذا الأثاث من التركة. نعم الأثاث من التركة، ماشي غير الفريجيدير والفرشيطة والمغرفة والصالون وكل كاع اللي مبلغ كامل واش خلى يعتبر في حكم الميراث. هذه منقولات، خاطر كاين العقارات كما السكنات والأراضي والأشجار وكذا، هذه العقارات. أما المنقولات كل شيء، بعض الناس يستهون بهذا الأمر. يعني إذا كانت امرأة ماتت مثلا يقول كاع اللباس نتاعها تديها الطفلة مثلا. نعم. شكون قال هذا الكلام؟ وإذا كان خلات الذهب يقول الذهب يروح للنساء، طبعا الذهب ما يروح للرجال. لا يكون تخارج. الجميع عندهم الحق في الذهب وفي كل شيء، ولكن كاين الرضا. طب كان أخوي محمد صلاح مات بابانا وعندنا أختنا وكذا، قال لي بس نتاع إيمانا تأخذوا نعم الأخت عادي بالرضا نتاعنا. والذهب أيضا ممكن نتنازل عنه، وإذا كان الذهب كبير يقيم يعني القيمة نتاعو شحال، وبعدين يتم عملية التخارج. خلاص الرجال أو الذكور يتنازلون عن نصيبهم في الذهب، ومقابل تنازل النساء عن نصيبهن في الأشياء الأخرى. لذلك يا أمة الله قاع واش خلى عمك الله يرحمه يدخل في الميراث، كي التلفزيون كي الصالون كي الثلاجة كل شيء. وكي تقولي قاع هذه القائمة واش كاين للورثة، إذا كان هم برضاهم يقول لك معليش يا أمة الله انت راكي في فرنسا، ما نجيبوش الفريجيدير هذاك الثلاجة ولا التلفزيون نجيبوها حتى الجزائر، خليها انت لك، تنازلوا لك عنها، هذا أمر جائز وممكن تتقيم وتتخلصيها. قال ما تعطي لنا 1000 أورو على كاع واش كاين في الدار والسلام، وتفاهمتوا على هذا أمر يجوز شرعا أيضا. الزوجة النصرانية بالنسبة للذهب اللي لقاته في البيت. نعم أولا زوجة النصر فيها مسألة فقهية تعرف، يعني هل يرث يعني يتورث الملتين. نعم. الذي أراه صوابا والله أعلم أن المسلم يرث من المسيحي، والعكس غير صحيح. طبعا ما كاينش سؤال في الموضوع باش نفصل فيه. نعم. ولكن أكتفي بهذا، بمعنى باب يعني عمك الله يرحمه مادام زوجته النصرانية ماتت قبله هو يرثها، مادام ما عندهمش أولاد هو يرثها، ولكن يرث فقط نصيبه. يعني واش عطاه الشرع؟ يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث. ماهوش معناتها درك انت درك عندك مسؤولية أمة الله، هذاك الذهب اللي لقيتيه عمك يرث منه النصف، والنصف يؤول إلى الورثة نتاعها. درك ماناش عارفين عندها باباها عندها يماها عندها يعني حال إخواننا في الديار الغرباء عجيب وغريب. هذا هو عايش وحده، ممكن جات عاشت معها هذه المخلوقة تزوجها ماتت قبله، فلا يعرف لها أهل ولا ولد ولا شيء من هذا. إذا كان لم يعرف درك الآن أنا باش نبرأ ذمتي. نعم. يا أمة الله باش نرتاحوا نخافوا كاع من ربي سبحانه. يا كما محمد صالح أكيد درك نقول لك كما قال محمد صالح هذا أمر عجيب صح، ظاهرة هذه وكل نعم. واحد مقطع له. نعم. لا يعرف لهم. نعم درك انت دير اجتهاد النسب هذا راه عند الأمة الإسلامية فقط. نعم. الأمة الإسلامية نسابة تنسب نعم. أبنائها إلى أصولها وأصول أصولها. هذا شرف كبير يعني نحافظوا عليه. نعم. فتخرج من غير الأمة الإسلامية لا تجد لا كوارث صح ولا قطعين صح يعني. نعم. والله غير هذه نعمة بارك الله فيكم محمد صح، هذه نعمة من نعم الله علينا. نعم. الأصول معروفة والفروع والأنساب. جيب واحد يعطيك 10 جدود واللي فوقه كامل ما كاش. يقول لك ابن فلان بن فلان خاصة الزمان محمد صالح زمان نعم. الشيوخ يعني الله يبارك في السابق يعني لهم الزريعة نتاع درك الجيل نتاع درك شوية يعني ما يعرفوش. الشيخ الإبراهيمي قال أعرف قبائل العرب بأنسابها وآباء أجدادها
يعني قال حتى القبائل الصغيرة جدا. الله أكبر. يعني كان نساب جدا الشيخ البشير. فهذا العلم متوارث بين مسلمين. وهو أيضا معروف وعرف به عاقل بن أبي طالب أيضا، يعني كان وأبي بكر. أبي بكر الصديق أيضا. هؤلاء أمة أبي بكر. نعم سبحان الله، يعني هؤلاء الرموز إلى غاية الشيخ البشير إبراهيم من الصحابة إلى الآن، وما زال الناس إلى الآن الحمد لله، خاصة اللي راهم يعني ناس كبار في السن وكذا اللي يهتموا بهذا الموضوع. وهو موضوع مهم جدا. والإسلام كان حريصا جدا. هي مثل قالوا حتى شكون ينسبهم يا شيخ. صحيح. لذلك ولكن يعني من باب الإنصاف نقول لك، أعود إلى السؤال الفقهي، نقول لك يا أختي أمة الله، أنت تسقسي نقول لك عمك يرث نصف فقط من هذا الذهب وفقط. بحثي اجتهدي إن شاء الله تلقى، إذا لقيتي ما لقيتيش ثم أمر آخر. نعم. يعني يجوز ذلك لعمك باش ياخذ كل شيء مادام، ولكن الأفضل هكذا، والأفضل يعني باش ترتاحي أكثر النصف يولي يدخل من الميراث، والنصف هذاك اللي بقى إذا ما لقيتيش الورثة تبرعي به للفقراء والمساكين. بالنسبة للذهب هذاك النصف نتاع الذهب الذي يؤول إلى عمك الله يرحمه، هنا هذا يدخل في الميراث كما الشيء اللي قلناه قبل حين. نعم. الزكاة يا شيخ قالت لك لا أدري هل كان يزكي على هذا المال ولا لا. والله نقول لك ثاني واش قلت قبيله، إذا كان عمك معروف أنه ينسى حافظ على الزكاة ويعشر وكذا، الله يبارك. الأصل نحسن الظن في المسلمين، ناخذ بالظاهر. ناخذ بالظاهر. أما إذا كان شكيتي ولا المبلغ هذاك اللي خلاه باش تبرؤوا ذمته، خرجوا الزكاة 2.5%. إذا كان جمعته لقيته مثلا عنده 200 مليون 2.5% تخرجوا شحال؟ 5 ملايين سنتيم. نتكلم بالسنتيم تاعنا بالدينار تاعنا، يعني 50,000 دينار جزائري، وتخرجوا تتهناو. أفضل اللي يبقى تركة صافية توزع الورثة على حسب فريضة الشريعة. نعم. شريف من سيدي بالعباس، هل له أن يتيمم كما ذكر؟ لا يعني والله عدم وجود ما الأشياء المتوفرة اللي يغتسل بها. والله هذا ليس عذرا يا أخي الشريف، ما يبقاش وحدك بالتيمم. التيمم رخصة مؤقتة، ما يبقاش يعني البدل، لا يمكن أن يصير البدل أصلا. هذا هو نقدر. ولو تكررت الحاجة. ولو تكررت نعم. لماذا؟ ذلك إذا كانت يعني، ولكن يبقى دائما بدل، يبقى دائما لمدة معينة، ما هوش هكذا إلى غاية الصيف. يعني ما يبقاش إلى غاية الصيف، يعني كوسائل أخرى. واحد يسخن الماء، يعني كان أوقات سخون عادي، ما هذه عبادة واحد، يعني لازم يجتهد في تبرئة ذمته وفي التزام الأصل، ولا يصير إلى البدل إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. سئل فأفتي في هذا. قال سألت الإمام وهو قال لي يتيمم. خلاص يعني نعم. يتحمل مسؤوليته. نعم. وكل طبعا أكيد يعني نعم. دائما إخواننا هنا ونحن فريق واحد. نعم. نقول إذا كان الإنسان استفتى إماما وأفتى انتهى، يعمل بفتوى. نعم. يكفي هذا لأنه دائما إن شاء الله الثقة لابد أن نقوي الثقة فيما بيننا. نعم. وحتى إذا كان أحيانا نسمع اختلافات فقهية هذه لا تضر أصلا، يعني لا تضر في مسائل الميراث، في مسائل الطلاق، في مسائل الهبات والوصايا والمعاملات وكذا، ولكن يعني باش تكون الثقة بيتها دائما قوية إن شاء الله تعالى. الإمام أفتاك يعمل بفتواه والسلام. نعم. إذا التواصل مع البرنامج نذكر بالأرقام الهاتفية 021 37 42 87 021 37 45 64. هل في مكالمة يا سيد أحمد؟ نعم. 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 أمال من البويرة، حكم الإرضاء أمام المحارم. أمام المحارم يجوز، ولكن الأفضل يعني تحفظ في هذا الأمر فقط. نعم. هذا ما كان. سؤال موالي، حكم الزوج اللي يطلب من الزوجة أن ترفع قضية الخلع عليه. ربي يهديه، يعني ذلك إذا كان بغى يطلق هو، يعني ذلك ما نقولوش يطلق، ولكن يا أمال سبحان الله ذلك ربي سبحانه وتعالى الطلاق، أبغض الحال عند الله عز وجل الطلاق، والطلاق هو آخر ما يلجأ إليه الإنسان إذا لم تسعفه جميع الوسائل، وسائل العلاج اللي راهي موجودة في القرآن وفي السنة. أما أنه يضغط على زوجته، خاطر بعض الرجال طبعا لا أعمم الحكم، يعني هو على باله كان يطلق، هو توصل القضية المحكمة، عنده تعويض عن طريق تعسفي، وأحيانا بعض القضاة يعطوه أيضا نفقة المتعة، وزيد إذا كانت حاضنة عندها طبعا الحضانة، وعندها نفقة الأولاد تديهم كل شهر، وعندها السكن لممارسة الحضانة، وزيد كان ما يخلصش يعني يعاقب.
فبالتالي كاين اللي يدفع زوجته يضغط عليها ويظلمها ويحقرها، يدفعها باش تلجأ إلى الخلع لتطبيق المادة 54 من قانون 84/11 معناتها باش هو الذي يأخذ مقابل الخلع. نقول لك اسمح لي، هذه حتى من ناحية الرجولة ولا غير ناقصة بكل صراحة. كيف تدفع مرتك باش تروح تطلب الخلع؟ إذا كان حبيت تطلقها هذا وكان ما نقولكش تطلقها، ولكن تحمل مسؤوليتك. نعم. أما أنك تدفع زوجتك فقط باش تسلك من التعويضات من الأمور المالية، هذه لا أنصح بها إطلاقا. نعم. واش نقول، الجواز يجوز ولكن المروءة فيها كلام. هذا واش نقول. الله المستعان. الله المستعان. فاطمة من فرنسا، السلام عليكم. وي السلام. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم على هذه الحصة اللي راكم دايرينها. عيطت لكم نسألكم واحد السؤال على خالي. إيه. أنا متزوجة مع ولد خالي. نعم. وعندي بنت خالتي قاعدة عند خالي، وهذا خالي قلع لها كواعطها بيزوجها من البلاد، وكي ما غاش يرد لها كواعطها هنا في فرنسا هربت من الدار. عيطت له وقالت له اعطيني كواعطي اعطيني كواعطي بلوزيغ فوا. قال لها كواعطك كاع ما ديتهمش. من بعد رحت اشتكيت بها عند البوليسيه. ملي اشتكيت بها عند البوليسيه داني انا وسلفتي شهود باللي زعما كعطاها كواعط قدامنا. هذا خالك؟ الو، هذا خالك؟ هذا خالي وشيخي باب راجلي. نعم نعم. ايا من رحنا عند البوليسيه انا كي رحت قلت لهم ما عطاهاش كواعط قدامي. نعم. كما انا ما شفتش. ايا سيكون وهذيك سلفتي قالت لهم باللي عطاها كواعط قدامي. صافي هي جات معاهم، صافي كذبت معاهم وانا هدرت الصح. ايا من فات دعوه كبرت وفاتوا في الشرع وكاع وعرفوني باللي انا قلت الصح. ايا قداو وليتهم صافي طلقوني، راهم يطلقوا فيا انا وراجلي. ايا وانا متزوجه مع راجلي ويبغيني وعندنا بنت. لا حول ولا ايا مانيش عارفه، لا حرام عليا انا مين قلت كيما هكا. انا مش عطاها كواعد قدامي، مانيش عارفه لا حرام عليا انا مين قلت كيما هكا طلقت من راجلي. مانيش عارفه حرام على شيخي. لا انت راكي درتي عمل شرعي ممتاز بارك الله فيك، ولكن زوجك موقف زوجك من هذا الموضوع. انا خوف من ربي ماشي الخوف من العبد. زوجها طيب. باغيها كما يا اخي زوجك بيناتكم ما كاينش مشاكل؟ انا وزوجي ما كاش مشاكل. ما لا تماينوا. مي صابني شهدت اونتخ دابا هي سما جا مع والديه، سما روح قاعد عند والديه. لا بأس تسمعين الشرح ان شاء الله يكفينا الوقت باش نعطيك تفاصيل في الموضوع. نعم. بارك الله فيكم. فيك البركه. شكرا يا فاطمه. فيك البركه. سلام. ناديه متيزي وزو. ناديه نعم. الو. نعم يا ناديه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. حبيت نهضر مع الشيخ بالمالية إذا كان ممكن. باختصار تفضلي باختصار حتى نقدر نجاوب. صح. تفضلي. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير على السلامة. بغي راكي تفقسيه. نعم. اسمي مضيع. اها. مضيع والسنغاري من دي لادوليسونس في رمضان. اها. فوالا سورة ما كان قرار ندماغ اي تو بغي غفرع. اها. ندماغ يعني تبت تظلع تظلع اي تو ميم الحج جي انفيزاجي نعرف روحها. ان شاء الله. مي وقبل روحها بغي غاد مش هاديني بغي غاد عزيز يضينني تصفيضينا ميرا من سيدي ربي. ياه فوالا الله يبارك. سورة نمشي زري غير شحال تشهد شحال تشهد رمضان في بلاش؟ نمشي نحسبها دوك لادوليسونسينو واش في غير مي ياك معليش. فوالا بوتخي 7 8 هكاكي. تصوت ان شاء الله يثريت ان شاء الله. ان شاء الله ياك زاغني بغي غزري ما ادخل نون سولمون ادخل مي اون بليس د اتهرى توزومار. نعم. اسكو ما كنا توزومار متتاليه ايام متتاليه من مين زمره تصوت كم كان 210 ايام يحسبها 210 جور. واضح تصلي 33 ما تصلي. يعطيك الصحه. الله يسلمك. بارك الله فيك يا ناديه. شكرا. دكتور نواصل لأن تبقات 5 دقائق.
شاء الله. نادية أجبناها. أمال من البويرة، الخلاف مع الزوج في مشاهدة التلفاز. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما عنديش جواب بصراحة. كيف شنو هذا شوف التلفزيون كيف أين الإشكال في هذا؟ قال لها حرام تشوفي الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني نديروا هذا الموضوع افتتاحي في الموضوع هذا. كيف هذه من تعصب من الشك، يعني واحد يوصل لهذه الدرجة، يعني الشك يزرع. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. سبحان الله العظيم وبحمده. الحلال بين والحرام بين. يا عجب إذا كان هذا لا يجوز، اسمه خلاص نغلقوا كل شيء، تغلق تغلقوا الإذاعات والتلفزيون والجرائد وكل شيء، والأسواق ما كاينش اللي شنو هذا. ما هذا يعني سبحان الله. يا محمد رسول نقول ربي يهدينا. هذا واش نقول، هذا واش نقول لك يا أختي أمال، ربي يحفظك على سؤالك، وزوجك ربي يهدينا ويهديه ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل باش يروح يقيد. يعني من المعاملة، يعني من معاملة الناس يكون عاميها في الجاهلية، كي يلتزم ويتدين يزيد يعميها في الأحكام. بارك الله فيك. يعني اللي ما يحكمش الوسط. ما أعطيك الصحة، اللي ينتقل من طرف إلى طرف، من نقيض إلى نقيض. وربي قال في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. وسطا. ماضي الأشياء ديما ينبئك عن. نعم. فالطرف هذا مش مقبول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وإذا فهمنا هذا الحديث على سبيل الإخبار فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وإذا فهمنا على أنه دعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. هلك المتنطعون. التنطع والتشدد ما ينفعش. يعني وقلت تفنسي الزمشة كاين مزيرا الزيارة يقول ساعة القيمة. ربي يهدينا يا أمال، ربي يحفظك إن شاء الله. عبد الكريم من بجاية دكتور. عبد الكريم زكاة العقار، العقار ما عندوش زكاة سي عبد الكريم أخويا. نعم. إلا إذا كان واحد يتاجر في العقار. نعم. إذا كان تجار في العقار يعني يبيع ويشري في العقار. نعم. سواء سكنات يبيع ويشري ويبني ويشري. نعم. ويبيع يعرضها تولي من عروض التجارة. أما أنا واحد عنده قطعة أرض، دوك محمد صالح عنده 5 هكتارات ولا 10 ولا 20 هكتار، ما نقولوش كل عام تزكي، ما يزكيش. أما إذا كان واحد يبيع ويشري في العقار، نعم هنا لازم تزكى بالسعر نتاع ذلك العام. نعم. أقل من دقيقة يا شيخ. يعني طيب أكيد اللي ما كملناهمش نجاوبوهم الحد الجاي إن شاء الله. واش نزيدوا؟ العمرة، واش قال لك على العمرة؟ سأل على العمرة كذلك. والله ما فهمت هذا سي عبد الكريم تاع العمرة، والله ما فهمتش. يعني أنا فهمتها وأنت شيخ راحت لك. راحت لي. فهمت زكاة العقار. وبعدين العمرة ما بابا سقسي على العمرة. لم أفهم. بفضل أن نكتفي بهذا. احنا كي نسمعوا إن شاء الله. نعم. فاطمة سؤالها طويل. طيب العمرة هذه نخليها بين قوسين السي عبد الكريم. أكيد عندك الهواتف نتاعنا اتصل واعطينا التوضيحات ونجاوبوك الحد الجاي. فاطمة ونادية الحد القادم إن شاء الله. فاطمة ونادية اسمحوا لي، صبروا علينا ونعتذر لكم. الحد الجاي إن شاء الله نجاوبكم وربي يحفظكم. السلام عليكم. شيخنا بارك الله فيك. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. إلى الغد لقاء جديد وموعد جديد على الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم. السلام عليكم.